أحلى وألذ وأشيك تورتة ممكن تدوقوها، مناسبة جدا لفصل الصيف ومناسبة جدا للجو الحار. هيحبوها الكبار قبل الصغيرين وهتطلب منكم كتير، ولو عندكم ضيوف جايين هتعجبهم جدا وهتكون حاجة شيك جدا في التقديم. هي تورتة الجيلي اللي على طريقتي. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنبدأ الأول نعمل الكيكة بتاعت التورتة. عندنا 1.5 كوباية من الدقيق المنخول، هننزل عليه بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة ملح، هنخلطهم كويس. احنا هنعمل الكيكة بالطريقة الدسمة لأن احنا عايزين كيكة تستحمل شوية، فهنحط نص كوباية من السمنة في البولة بتاعتنا، عليهم 1 كوباية من السكر ونخفقهم بالمضرب الكهربائي لحد ما لونهم يبيض. هننزل عليهم ببيضتين ونخفقهم، وننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل علشان الزفارة، وربع كوباية من الحليب، ونخفق المواد السائلة كويس قوي مع بعض بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، وبعدين ننزل عليهم بالمكونات الجافة ونقلب بالمضرب اليدوي من تحت لفوق عشان ما نطلعش الهواء اللي فيها، وده بيكون قوامها. هننزل بيها بالخليط في صينية مقاس 24 متبطنة بورق الزبدة، وندخلها على فرن سابق تسخينه 180 درجة عشان تطلع لنا بالشكل الجميل ده، ونتأكد بنختبرها بسكينة أو بخلة إنها استوت، وهنبدأ نقلبها على الشبكة علشان نسيبها تبرد. هنشيل ورقة الزبدة ونقلبها تاني على وشها ونسيبها تبرد تماما، وبعد ما تبرد هنقطعها بسكينة ترانش اللي هي المشرشرة لنصين. وكده بقت الكيكة بتاعتنا جاهزة علشان نكمل تورتة الجيلي بتاعتنا. انا عندي موز صغير، ده الحقيقة كنت زرعاه في الجنينة. هنبدأ نقطعه ترانشات او حلقات ونملى بيهم صينية مقاس 30. المقاسات بتاعت الصواني دي مهمة جدا. وبعدين نعمل الجيلي. هنحط 2 كوباية من المية اللي بتغلي ونضيف عليهم باكيتين من الجيلي وندوبهم كويس قوي لحد ما يدوبوا. هننزل عليهم ب1.5 كوباية بس من المية الباردة، مش 2 كوبايتين. يعني كل باكيت جيلي بياخد 2 كوبايتين مية، كوباية مية باردة وكوباية مية سخنة. احنا هنحط على كل باكيت جيلي 1.5 كوباية إلا ربع مية ساقعة بس. هننزل بالجيلي اللي عملناه فوق الموس وهندخلها التلاجة تجمد. هنبدأ نعمل الكريم شانتيه بتاعتنا. هنجيب باكيت من الكريم شانتيه ونتبع المكتوب عليه، وهنبدأ بقى ندهن الكريم شانتيه على الطبقة الأولانية من الكيك، وهيكون الجيلي بتاعنا جامد. هنقلبها على الجيلي في نص الجيلي بحيث هيبقى الكريم شانتيه ما بين الكيكة والجيلي، ونبدأ نسقي طبقة الكيكة دي بالجيلي، وبعدين هنقطع موز على بقية الكريم شانتيه ونقلبهم كويس مع بعض. وده هتبقى الحشوة اللي هتبقى بين الطبقتين الكيك. هنفردها كويس على طبقة الكيك الأولانية ونحط فوقيها الطبقة التانية من الكيك ونضغط كويس عشان يمسكوا في بعض. وهنبدأ نسقي الطبقة اللي فوق برضك بالجيلي. كده بعد ما سقيتها هبدأ أملأ المسافة اللي ما بين الكيكة والصينية اللي هي محطوطة فيها، حملها كلها بالجيلي. هيبقى الشكل كالآتي: الكيكة هي اللي جوه قلب الجيلي، والجيلي بيحوطها من كل مكان، فلما تتقلب كأن الكيكة بالحشو بتاعها بالكريم شانتيه بكل حاجة موجودة جوه قلب طبقة كاملة من الجيلي. كده انا حطيتها ودخلتها التلاجة. لما جمدت قلبتها علشان تطلع بالشكل الجميل ده.
انا بقلبها بفك الجناب بالسكينه واحطها لحظه على النار واقلبها عشان الجيلي بتاعي ما يسرحش. مش قادره اقول لكم بيبقى شكلها تحفه قد ايه وشيك قد ايه، وبتبقى حاجه ساقعه لطيفه بتطري جدا على القلب، وبتبقى في اي مناسبه بتبقى حاجه شيك تتقدم. وفعلا زي ما بقول لكم كده هتحبوها الكبار قبل الصغيرين وهيتطلب منكم دايما. هنبدأ بقى نقطعها ونشوف قد ايه هي شكلها جميل. بيفضل طبقة الجيلي ماسكة في طبقة الكيك، ما بيبقاش زي طبقة الجيلي اللي بنشوفها اللي هي بتبقى طبقة الجيلي فوق والكيكة تحت وخلاص. لا، بيبقى شكلها مختلف تماما، وبتبقى متماسكة جدا، وبتبقى كأنهم قطعة واحدة. زي ما حضراتكم شايفين هو بيبقى طبقة من الجيلي، وبعدين طبقة كريم شانتيه، وبعدين طبقة كيك، وبعدين طبقة كريم شانتيه اللي فيها الحشوة بتاعت الموز، وبعدين طبقة الكيك. الكيك بيبقى ماسك من فوق ومن الجناب، وبيبقى ماسك الكيكة الجيلي قصدي بيبقى ماسك من فوق ومن الجناب، وماسك كويس قوي التورته بتاعتنا اللي مش قادره اقول لكم فعلا طعمها بيبقى خرافي، وقد ايه بتبقى تحفه وجميله وشيك طبعا جدا. اتمنى لو عجبتكم تورته الجيلي انكم تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا حاجه متميزه جدا، وما اعتقدش ان حد شاف تورته الجيلي بالشكل ده قبل كده. فاتمنى ان انتم تنفذوها، ومستنيه رايكم، وبالهنا.